مشكلة مهارة التواصل بالنسبة للسوفت وير انجينيرنج أو الناس اللي في مجال التك بشكل عام، يعني وخاصة الأشخاص اللي هم لسه بيدوروا على شغل، مصيبة. والمقصد هنا إنك مهما كنت جامد، لو أنت مش عارف توصل إنك جامد، جمالك ده بتحس إنه ملوش قيمة. ودي حاجة للأسف الشديد مش بيتم الاهتمام بيها. تلاقي الشخص مثلا قاعد على الجهاز 6 شهور، سنة، كورسات، تدريب، كل اللي دي كلها، بعدين يقدم في السي في وي 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 والكلام ده، انترفيو، رفض رفض رفض. ان الموضوع بس السي في بيوصلك لحد الانترفيو، شكرا على كده. في الانترفيو ده انت بقى مع نفسك، مهارة التواصل دي تمام. فانت اصلا بالنسبة ليك كمان كتك، انت مش بس بتتعلم التواصل العادي، بل انك بتتعلم المستوى التاني اللي هو فكرة انا كتك ازاي اقدر اتواصل اصلا مع حد مش تك وافهمه الدنيا بتاعتي. فدي حاجة مفيش حد بيهتم بيها قوي، رغم ان هي اساس كل شيء. والكده بتلاقي ان اللي بيتكلم حلو بيلاقي شغل اسرع تمام. وخاصة لو انت هتشتغل فريلانس، انت اللي بتتكلم مع الشخص، انت اللي بتشرح له، انت اللي بتعمل كل حاجة. فدي حاجة ما تسكتش عليها. وعلشان تتعلم تواصل ازاي، في كتب بتتكلم عن الموضوع ده. اشهر كتاب اللي بالنسبة لي اثر عليا واللي خلاني اكثر الموضوع ده هو كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب أصدقاء. على الرغم من ممكن الاسم ما يوحيش إنه كتاب للتواصل، ولكن إيه، هو كتاب يعلمك التواصل، سواء بقى بيحكي لك لسيناريوهات مختلفة. إن في نقطتين أنا اتكلمت عن الموضوع ده شوية. أنت لو أنت طبعا هتقول أنت انطوائي، أنت مش انطوائي، أو إنك مش بتعرف تتكلم لأنك أنت اتولدت كده. بس هي الفكرة كلها إنك أول حاجة في الوضع العادي أنت ما عندكش سبب للكلام، بمعنى الناس اللي حواليك مختلفة عنك، ما عندكش سبب إنك تتكلم معاهم. السبب التاني إنك أنت يعتبر ممكن تقول ما عندكش السيناريوهات تمام. والمشكلة انك لو انت ما اتكلمتش لمدة طويلة وما اتحطتش في الوضع الحالي نتيجة انك ما عندكش السيناريوهات، بتتوتر. فبالتالي كتاب زي اللي انا ذكرته لك ده فيه سيناريوهات كتير، وبيحكي لك عن طريق السرد القصصي. والكتاب اصلا من الكتب المشهورة عالميا في الموضوع ده، اللي على اساسه بيبقى عندك السيناريوهات العقلية اللي من خلالها ازاي تبدأ كلام، ازاي تتواصل، ازاي كل ده. فبس اهتم بمهارات التواصل، اهتم بمهارات التواصل، ان بجد مهما انت كنت جامد هتشفق على نفسك وقت ما ترفض نتيجة انك مش عارف توصل ده.